السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة الوصفة على السريع جدا، انا حبيت اقول لكم انا عملت ايه وقد ايه كانت الوصفة موفرة جدا. انا عندي هنا 2 كيلو من البطاطس المهروسة هرستها وحطيت عليها الملح بتاعها والفلفل الاسمر وحطيت عليها معلقة من السمنة البلدي كمان. عندي هنا اللحمة مفرومة معصجة، وانتوا عارفين طريقة اللحمة المعصجة انا ما بعملهاش بأي مادة دهنية خالص، بستعين بالمادة الدهنية اللي فيها اللي هي الدهن او الدهن اللي بيبقى فيها يعني. حطيت على الكيلو اللحمه دي نص كيلو من الجزر المبشور، اسفه. طبعا انا معصجاها بالبصل وكل حاجه، بس الجزر ده انا ضفته بعد ما هي استوت، لان عشان الجزر ما يتهريش، انا اسفه. نزلت تلت كميه اللحمه على ال2 كيلو من البطاطس دول. عايزه اقول لكم لما بتقلبوها كده بتبقى كل البطاطس شاربه من نفس صوص اللحمه اللي هي طعم اللحمه نفسه، لكن لما بنعملها طبقات بتبقى الحاجات اللي لازقه في اللحمه القريبه من اللحمه هي اللي بيبقى فيها الطعم، وبقيه البطاطس اللي الولاد ما بيحبوش ياكلوها لانها بتبقى عامله زي البطاطس المهروسه العاديه. فانا خلطت كله على بعضه كده زي ما انتم شايفين، وهحطها في الصينيه بتاعتي وهدخلها الفرن. هتطلع احلى صينيه بطاطس، يعني هنقول بوريه يعني، يلا مش مشكله، حلوه برضو. ان شاء الله تعملوها وتجربوها. الوصفه كانت موفره جدا يا جماعه والله. حطيت كمان معلقه من السمنه البلدي فوق الوش وسويتها زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما اسويها ان شاء الله هضيف لها بيضتين. احنا بن ايه زي ما احنا عارفين، سلاسل الاكل الارداحي ما بتخلصش، وهو ده المطلوب اثباته. عارفين الحاجه دلوقتي غاليه، فاحنا بنحاول نعدي اليوم والدنيا تبقى جميله والولاد يبقوا مبسوطين ومحدش يبقى متضايق من حاجه. انا سويتها زي ما انتم شايفين كده. انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو واجيب لكم البطاطس وهي بتتسلق واجيب لكم اللحمه المعصجه وهي بتتعصج، لا انا جبتها لكم على السريع خالص اهي. هنضيف معلقه من الزبده، دي زبده نيوزيلندي، اللي عايز يحط زبده نيوزيلندي ماشي، عايز يحط زبده فرن برضو ما فيش مشكله، الدنيا بتمشي. وهنجيب بيضتين نضربهم ونحط عليهم شويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح، وهنضربهم مع بعض وننزل بيهم فوق وش الصينيه كده. تدخلوها الفرن في في الرف اللي في النص، ان شاء الله تطلع لكم احلى صينيه بطاطس بوريه جميله جدا وموفره جدا. عايزه اقول لكم ان هي قضتنا تقريبا يوم وبقى منها حبه، عملنا بيهم تاني يوم شويه مكرونه وبرده اليوم عدى. احنا في سلسله ازاي نعدي اليوم واحنا مبسوطين. مفيش داعي للتعقيدات، مفيش داعي ان احنا نقول احنا كلنا ايه وشربنا ايه وما كلناش لحمه وما كلناش فراخ، لا الدنيا بتمشي والحمد لله والدنيا زي الفل. ضربنا هنا البيض، هنحطه بقى ان شاء الله كده على الصينيه. عايزه اقول لكم طعمها كان جميل وريحتها كانت جميله جدا. هتطلع لكم دلوقتي من الفرن. انا ضفت هنا شويه من الفلفل الاسمر، حطيت بيضتين بقى عشان تبقى مغذيه ولذيذه وطعمها يبقى حلو. ناخدها كده بسرعه ونروح حاطينها في الفرن. هتطلع لنا بالشكل الجميل دوت. شايفين لما زودنا البيض والسمنه، بصوا شكلها من فوق عامل ازاي. طبعا انتوا عارفين الحاجه اللي بتطلع من الفرن مفيش حد بيستنى عليها، الصبر مش موجود يا جماعه. فاحنا دلوقتي قطعناها، يعني هما لو يستنوا عليا شويه يعني الحته تطلع حته. مش اقعد الملم فيها كده. بص سخنه جدا مولعه، في حاسه ان في حاجه ماشيه من القطه دي مشاركاني في كل فيديوهاتي اهي. كان طعمها فوق الفظيع، جميله جميله جميله. عايزه اقول لكم اعملوا بنفس الحركه اللي انا بعملها، بلاش تحطوا رق بطاطس ورق لحمه ورق بطاطس، لا ما تعملوش كده، اخلطوا كله في قلب بعضه عشان كله يتشرب من بعضه، هيبقى الطعم احلى بكتير جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو خشوا تجولوا كده في القناه، وما تنسونيش بالاشتراك واللايك والتعليق الحلو اللي من ايديكم. شكرا ليكم، سلام عليكم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.